تعال افكرك يوم 19 نوفمبر 2013 ايه اللي حصل. اليوم ده بالنسبه لي كان نهايه حقبه وجيل ابو تريكه، او بمعنى نهايه حقبه وجيل ابو تريكه في المنتخب الوطني. اليوم ده كان عوده ماتش مباراه مصر وغانا اللي خسرنا في الذهاب 6-0. وقتها كنا بنقول 6-1 اسف. وقتها كنا بنقول 5 مش مستحيل، فاكرين الحمله ديت؟ المهم ان فعلا رجع بعد كده المنتخب، كان بقاله فتره غايب عمرو زكي، وكان وقتها بنحاول باقصى ما عندنا ان احنا نقدر على الاقل ان احنا نظهر بظهور مشرف او يمكن نسخن. وقتها فعلا في بدايه الماتش عمرو زكي جاب جون. وقتها قلنا يمكن شايفين ماتش الجزائر قدامنا. ولكن اللي حصل ان احنا فضلنا لحد الدقيقه 84 النتيجه 1-0 بس. وقتها جدو جاب الهدف الثاني، خلينا شمينا نفسنا شويه، بس طبعا كنا عارفين ان المهمه مستحيله. جه بعد كده ادانا رصاصه الرحمه كيفن برنس بواتينج واحرز الهدف الاول لمنتخب غانا، وده اللي خلى الماتش خلاص بالنسبه لنا مات اكلينيكيا. مع صفاره الحكم كانت نهايه جيل حقبه ابو تريكه كمنتخب وطني. وقتها بعديها في المؤتمر الصحفي برادلي دمع وقال انا هفضل احب مصر طول عمري واحب منتخب مصر. ولكن دي كانت برضو نهاية برادلي مع الفترة ديت، هو اللي شال الليلة. وفعلا ما صعدناش كاس العالم كعادة الفترة ديت يعني. وده كان قمة الظلم ان الجيل دوت ما يصعدش كاس عالم. لو ليك ذكريات مع الماتش دوت فكرني بيها في الكومنتات. اشوفكم بكرة وتعالى افكرك.